السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أحمد حسام من قناة المدفعجية. هقدم لكم تغطية خاصة على المباريات إذا كانت محلية أو أوروبية. كنت طالع النهاردة أتكلم معاكم في مباريات المنتخب في الأمم الأفريقية. لعبنا ماتشين ما بين موزمبيق وما بين غانا. هو الموزمبيق كان الماتش الأول. طبعا عملنا ماتش من أسوأ الماتشات بتاعت منتخب مصر في حياته، من أسوأ المباريات للجيل ده عامة، من أول الشناوي لغاية مصطفى محمد. يمكن مصطفى محمد هو كان أحسن لعيب في الماتش وكان بيقاتل على كل كورة، بس برضو كان مجمل الفريق وحش. كنت عايز اخد واحد واحد، لعيب لعيب من التشكيلة ونتكلم عليه. هنبدأ بالشناوي. الشناوي في الماتش ده ما كانش أحسن حاجة. كان أداؤه سيء، ما اقدرش اقول جدا اداؤه كان سيء، ما كانش فوق ولا تحت، كان متوسط. الكرة الاولى الجون الهيد كان واقف غلط، الرمية بتاعته ما كانتش صح، لذلك خبطت في ايده ودخلت. الكرة التانية اللي هي اللي اللعيبة اخترق خط الدفاع بطريقة غريبة، طبعا دي ما اقدرش الومه فيها، بس احنا اتعودنا من الشناوي بيصد حاجات يعني اصعب من كده بكتير. نطلع لأحمد حجازي. أحمد حجازي المفروض قائد الدفاع عندنا، كان بيطلع منه أخطاء كارثية في الماتش ده. كان تمركزاته غلط، طلوعه بالكرة غلط، ما كانش مركز في الماتش ده، وما كانش أحسن يعني لعيب فت للماتش ده جامد. يعني كان رأيي ياسر إبراهيم كان أحسن في الماتش ده، وأحمد حجازي لعب الماتش التاني. حتى مش هتلاقي، لو انت ما كنتش واثق في ياسر ابراهيم، كان المفروض ما عندكش اسهل من ماتش موزمبيق تجرب ياسر ابراهيم فيها. فما لعبش ياسر ابراهيم ولعب احمد حجازي، ما قلناش لا، بس احمد حجازي ما كانش اللعيب الفت للماتش ده. عندك محمد عندك عبد المنعم. عبد المنعم كان لعبه مش وحش، لعبه حلو، بس مشكله عبد المنعم اللي هو بيلعب، هو فاكر اللي هو في حته واللعيبه اللي بتلعب قدامه في حته تانية. يعني هو في مستوى واللعيبه دي في مستوى تاني، وده غلط. ده غلط، المفروض انت تحترم الكوره عشان الكوره تحترمك، انما انت بتعمله ده غلط. بس هو اداؤه مش وحش، اداؤه مش وحش. عندك محمد حمدي. محمد حمدي كان وحش جدا، كان دفاعه غلط. المفروض اللي هو احسن حاجه بيعملها الرفعات، الاوفرات اللي هو بيعملها كلها غلط، ما عملش اوفر واحد في الماتش الاولاني صح. ليه ما تعرفش؟ لان هو في الدوري مميز بالاوفرات بتاعته. عندك اللمه التانية محمد هاني كان اسوأ من يعني اسوأ مره شفت محمد هاني في الملعب، كان سيء جدا. مش ده محمد هاني بتاع نسخه كاس العالم، مش ده محمد هاني بتاع نسخه كاس العالم اللي هو كان من احسن لاعبي النادي الاهلي في البطوله دي. ما تعرفش ايه في ايه الماتش ده، بس كان الدفاع عندك حالته سيئه جدا. طلعنا قدام شويه لقينا كارثه، النني متوظف غلط. هو 8 ملعبه 6 المدير الفني، وده غلط كبير جدا من المدير الفني، لان في حاجه اسمها اساسيات المركز. هو النني ما يعرفش يعني ايه اساسيات المركز، هو ما يعرفش اساسيات المركز ده ايه، فانت ما ينفعش تلعبه فيها. وبعدين النني مش اساسي بره عشان يجي هنا تحطه في اي حته يلعب، لا ده انت عايز تلعبه في المركز بتاعه عشان يعرف يرجع او يرجع للعب، يرجع لحساسيه المباريات. انما المدير الفني ده عمله غلط بطريقه كبيره. عندك حمدي فتحي. حمدي فتحي كان متوظف في 8، ما كانش عارف يعمل ايه، كان متلخبط في الملعب، ما كانش عارف يروح يضغط قدام ولا يرجع يدافع ورا. لذلك الكرة المرفوعة الجون الهيد كان حمدي فتحي واقف مش عارف يعمل ايه، مش عارف يطلع قدام ولا يرجع ورا ولا ايه، مش هو مش فاهم هو المفروض يعمل ايه. عندك جنبه زيزو. الشوط الاول بتاع زيزو كان سيء جدا، كان زيزو تحسه اللي هو تايه بدرجه كبيره، كل باصاته غلط، اغلبيه باصاته غلط، لعب وحش سيء موت. ما فاقش الا في الشوط الثاني وبدا يلعب ومش عارف ايه، وبدا يخش في اجواء الجيم، بس اجمالي الشوط الاول كان سيء بدرجه كبيره. مش ده زيزو اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بيجري وبيسخن الماتش وبيغير اجواء الماتش، مش هو ده زيزو اللي احنا متعودين عليه. عندك هنا كان تريزيجيه الى حد ما كانش وحش، بس مش هو ده تريزيجيه، مش هو ده تريزيجيه اللي احنا متعودين عليه. يعني كان الماتش الاول كان وحش، كان وحش جدا.
عندك محمد صلاح، ما انتش مش عارف هتقول عليه ايه. يا محمد صلاح من الناس اللي انت ما تعرفش هتقول عليهم ايه. هل هو بيدافع حلو؟ هل هو بيهاجم؟ لا ما بيهاجمش. طب هل هو بيجري؟ لا، هو ممسوك من اتنين او تلاتة، كل ما الكرة تجيله يا يستلم غلط يا يباصيها، وساعات بيباصي غلط. فانت ما تعرفش تقول ايه عن محمد صلاح. يعني هو احسن لعيب في العالم حاليا، واحسن لعيب في انجلترا حاليا. عندك لعيب زي ده مش عارف، انت مش عارف المدرب بتاعنا مش عارف يستغله، ولا هي بقى دي طباع من محمد صلاح ما تعرفش. بس هو المفروض محمد صلاح المفروض اداؤه يبقى اعلى من كده بكتير، بكتير قوي. عندك مصطفى محمد الوحيد اللي كان بيضغط في الماتش، بيضغط على الكور بتاعته، والكور اللي مش بتاعته بيضغط عليها. مصطفى محمد كان بينزل يستلم من نص الملعب، لان الكوره مش عارف يطلعها. النني ما كانش مش عارف يطلع الكوره، كان كل مره يلني يستلم الكوره ويلف، على ما يلف يكون الكوره اتقطعت، فمش عارف يطلع بالكوره. فمصطفى محمد كان بينزل لغايه نص الملعب ياخد الكوره ويطلع بيها هو، وده مش صح. فمن احسن لعيبه الماتش من وجهه نظرنا مصطفى محمد، كان لعيب حكايه. ومحمد صلاح الكوره اللي مصطفى محمد حطها جون، جت لمحمد صلاح على يمينه، المفروض هتحطها بوش رجلك جون. اول مره اشوف احسن لاعب في انجلترا مش عارف يحط كوره بوش رجله في الجون، بتفلت فوق من الشوط الهواء، بتفلت من فوق رجله. انا عمري ما شفتها محمد صلاح بيعملها في الدوري الانجليزي. هل بقى ده ضغط الماتش، ضغط الشاره اللي هو لابسها، مش عارف. بس هو اجمالي ماتش، لا كانت الفرقه كلها سيئه، ما كانش فيه لاعب الواحد بس هو اللي حلو. نتكلم في الماتش التاني كاحصائيات، لا الماتش التاني الشوط الاول ما كانش حلو. الشوط التاني احنا لعبنا كوره. الشوط التاني يعني كان تحس ان ده يعني شبه منتخب مصر. هو مش منتخب مصر، ده مش منتخب مصر احنا عارفينه، بس كان قرب من منتخب مصر، قرب من الاداء اللي احنا عارفينه، من الاداء اللي انت اخر 3 بطولات واصل فاينالين منهم. يعني ده الاداء اللي انت متعود عليه. انما انت واخد نقطتين من فرقتين مش اقوياء. امال انت، طب انت هتعمل ايه مع كام فرد اللي انت هتروح تلعبها كمان يومين؟ هتعمل معاهم ايه؟ اللي هم اصلا بيجيبوا جون من نص الملعب، يعني هم بيبعتوا بوازيك من نص الملعب تيجي جون. عندك الشناوي في الماتش بتاع غانا ما كانش وحش، بس برضه مش هو ده الشناوي. يعني ده مش هو ده الشناوي اللي احنا متعودين عليه. اخر كرة في الماتش حرفيا طلع مسك الهوا، كان في عرضية في اخر الماتش، طلع مسك الهوا، ساب الكرة ومسك الهوا. هل هو ده الشناوي اللي احنا متعودين عليه؟ اكيد لا. احنا متعودين على الشناوي في فورم احسن من كده بكتير. انما لا، مش ده الشناوي، مش ده اللي احنا متعودين عليه. كرة عبد المنعم، انت كرة عبد المنعم انت واقف ورا عبد المنعم، انت المفروض بتاخد سنة يمين عشان الكرة لو فلتت تبقى انت واقف. لا، انت واقف ورا عبد المنعم بالظبط. هل بقى الكرة اما خبطت في عبد المنعم الشناوي ما شافهاش؟ الله اعلم. بس انت يا شناوي الكوره كانت قريبه منك، وانت شلت الحاجات، شلت كور اصعب من دي بكتير، اصعب من دي بمراحل. يعني الكور دي كانت سهله بالنسبه لك قوي، مش اللي هتخش فيك جون بسهوله. ما تعرفش فيه ايه الشناوي ماله البطوله دي مش مركز. واتمنى ما يكونش كده في ماتش كام فردي الراس الاخضر، اتمنى ما يكونش كده. اتمنى يكون مركز اكتر من كده، لان ده ماتش حاسم ولازم تكسب. لازم تكسب. انت لو تعادلت غالب كتير ممكن، يعني ممكن مستحيل قوي عشان تصعد رابع. لو انت تصعد تالت احسن توالي، لو انت تعادلت هتبقى صعبه جدا، هتبقى قفلتها على نفسك موت. في ماتش غانا احمد حجازي كان عامل ماتش حلو، مش هقدر اقول اللي هو ما عملش ماتش حلو، لا كان عامل ماتش حلو وكان مأدي احسن من الماتش الاول بتاعه بكتير. يعني داخل في اجواء البطوله. عبد المنعم كان عامل ماتش حلو مش وحش بالنسبه لنا، مش وحش. محمد حمدي، لا محمد حمدي مش حلو. محمد حمدي ما ينفعش يلعب في مباراة كام فردي، ما ينفعش. انت عندك بزيزو، عندك فتوح، نزل فتوح ما ياخدش تلت ساعة في الماتش. ما انت جايبه ليه؟ عندك لاعب ما يقدرش يلعب تلت ساعة في الماتش، يبقى انت جايبه ليه؟ عندك كان لازم ينزل، كان لازم فتوح ينزل. عندك اللي اسمه ايه، الواد اللي بتكلم عليه بتاع اللي كان في المكان فتوح، رفع 6 اوفرات او 7 اوفرات، ما عملش منهم الاوفر واحد صح. هو ده باك ده ينفع؟ في باك ما بيعرفش يرفع؟ ده المفروض دلوقتي الباكات الف ب باكات رفعه، المفروض تتعلم الرفعات. انما انت كده مش عارف ترفع. محمد حمدي كان سيء لدرجه كبيره، 7 اوفرات ما يعملش منهم الاوفر واحد صح، ايه ده؟ وعندك اللمه التانيه نزلنا عمر كمال وطلعنا محمد هاني على اساس ان عمر كمال بيعرف يهاجم وبيعرف يرفع.
لا ما كانش كان بيلم واحد على واحد وبيعرف يعدي وسريع ومش عارف ايه، بس كل الاوفرات بتاعته بره، كل الاوفرات بتاعته غلط. انت لاعب ايمن، بتعدل الكرة على شمالك وترفع، ما اكيد مش هتوصل. انت جربتها في الماتش الاول لما نزلت، الحبه اللي انت لعبتهم كلهم كانوا غلط، ما رفعتش كوره صح. ما ينفعش تعملها في الماتش التاني. عندك النني برضو ما كان تحس بيعمل حاجات غريبه. كانت يبقى كوره مع حجازي او منعم، وواحد مان تو مان اللي هو سيمينو ده كان ماسكه، يروح النني رايح اللي معاه الكوره، يخلي سيمينو يضغط على اللاعب معاه. يعني سيمينو واللاعب اللي ماسك احمد حجازي الاثنين بيضغطوا عليه عشان النني نزل. المفروض انت كنني في المركز ده لما يبقى معاك واحد ماسكك بتروح بعيد عشان توسع مساحه للي معاك كوره، اسكايا عبد المنعم ولا حجازي. انما لا، النني اخطائه كارثيه. عندك حمدي فتحي، لا، مش هو ده حمدي فتحي بتاع الاهلي. مش هو ده حمدي فتحي بتاع الاهلي. مستواه حلو، مستواه حلو، مش هقول لك لا، بس مش هو ده اللي احنا كنا متعودين معاه في الاداء في النادي الاهلي. كان بيلعب احسن من كده بكتير، كان اداؤه اعلى من كده بكتير. اذا كان الهجوم بتاعه كان احسن من كده، الدفاع بتاعه كان احسن من كده. ما تعرفش ليه مستواه قل شويه. وبعدين مشكله المدرب اللي انا ما عنديش غير حمدي فتحي. طب حمدي فتحي تعب كبير، نزل مروان عطيه مكانه. يعني نزل مروان عطيه في الدقيقه 60 مثلا مكانه، ياخد نص ساعه، ياخد تلت ساعه يا راجل. انما ما تنزلش لمروان عطيه اللي في اخر 3 4 دقايق ولا في اخر 5 دقايق. هو ده ينفع؟ ده بديل. عندك امام عاشور بامانه كان شابوه لامام عاشور. امام عاشور كان حلو جدا. امام عاشور الكام دقيقه اللي هو خدهم في الماتش الاول ما كانش حلو فيهم. الماتش الثاني نزل، الماتش الثاني كان بيلعب فيه، لا كان مستواه عالي قوي. التاكلينجات اللي كان بيعملها، غلط غلطه بتاعت التاكلينج بتاعت الجون اللي جه فينا، بس برضه هو كان يعني في الماتش اداء عموما كان كان حلو جدا، كان مركز جدا. في كوره خدها من نص كان بيجري ورا اللاعب من نص الملعب، وراح وعمل تاكلينج وخد الكوره ورجع بيها. ما عندكش لاعب دلوقتي بيلعب في المنتخب بالروح دي الا قليل قوي. عندك نطلع قدام، عندك مرموش لعب ماتش العمر، لعب ماتش حلو جدا، ماتش حلو جدا جدا جدا. مصطفى محمد بيقاتل، مصطفى محمد راجل، مصطفى محمد ده لاعب راجل، لاعب بيقاتل على كل كوره، بتاعته مش بتاعته بيقاتل عليها في الماتش الاول وفي الثاني. الفرقه بتاعتي حلوه وحشه هلعب. انا فاكر كوره قدوس كان بيستلم في نص الملعب، راح مصطفى نازل من نص الملعب خد الكوره من قدوس ورماها على الارض، وما اتحسبش فيها فاول. لا، النني قدامه خاف يبصيها وراح راجع مكمل الهجمه المرموش، لان خايف ما عندوش الاعتماد على النني. عندك محمد صلاح المتصاب، انا مش فاهم الاصابه دي، مش عارف مصدرها ايه، بس انا مش شايف اللي هي اصابه قوي. انا بالنسبه لنا مش شايف اللي هي اصابه. طلع الشوط الثاني، طلع الشوط الاول نزلت مصطفى فتحي. ليه تنزل مصطفى فتحي؟ يعني انت ليه نزلت مصطفى فتحي؟ ما تنزل زيزو. ما انت زيزو هو ده مركزه، احنا عايزين نشوف زيزو قبل ما زيزو يعتزل دوليا، نشوفه في المكان ده. عايزين نشوفه في الجناح اليمين. ايه انت واخد زيزو ايه؟ انت يعني هو فكر المدرب ان انت واخد زيزو نص ملعب؟ ما هو ده مش هينفع. زيزو جناح، زيزو انت لو ما لعبتوش جناح مش هتستغله. لعبت مصطفى محمد، انت لو كنت استنيت دقيقه ولا دقيقتين على ما على ما الشوط الاول يخلص وسبت التبديل ده عملته في الشوط الثاني، كنت شفت الماتش من اتجاه تاني. انما لا، العب ليه دقيقه ناقص؟ ما تلعب دقيقه ناقص يا عم، العب دقيقه ناقص، بس هتعمل تبديل صح. انت عملت تبديل مش حلو، حطيت حمل على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي مهاري، ومصطفى فتحي مسمينه السافل، ما عنديش مانع، بس انت حطيت عليه ضغط، ده مش صح. زيزو كان ينزل في المكان ده. لو زيزو ما كانش مركز في المكان ده كنت ممكن تحطه مكان حمدي فتحي، يبقى هو امام عاشور قدام، وحمدي فتحي يطلع وينزل مكانه مصطفى فتحي، يبقى على الوينج. يبقى انت استفدت بزيزو برده ما طلعش. لا، في تبديلات والنازل جاي في اخر 5 7 دقايق تقريبا، منزل مروان عطيه مكان اسمه ايه، مكان مرموش. هو ده ينفع؟ يعني انت جاي مرموش اللي عامل احسن جيم بالنسبه لي في حياته مع منتخب مصر، احسن جيم شفته المرموش في منتخب مصر. الواد قال لك ينعن التكتيكات وينعن تكتيكات المدرب. انت مدرب مش فاهم اي حاجه ما تعرفش مين منتخب مصر، وما التزمش بالتكتيكات، وبقى بيروح 1 على 2 وبيعدي، 1 على 3 وبيعدي. الجون اللي احنا جبناه الاول كان هو مفكر اللي ممكن يغلط الغلطه دي، وضغط فعلا وكان توقعه صح. ايه، ما عندناش 2 3 بيعرفوا يلموا يا جدعان؟
منتخب مصر كل ده ما عندناش واحد اتنين تلاته بيعرفوا يلموا. نزل تريزيجيه كان نازل خايف، بس ما لقى مرموش بيجري ومصطفى بيجري ومصطفى فتحي كان بيلعب، ما كانش انا بالنسبه لي مصطفى فتحي كان بيلعب حلو، خد واحد فنت كده على الخط كانت جميله، ورفع من هنا ورفع من هنا، كان هيخش في الجيم، بس انت كان هو محتاج وقت اطول، بس هو كان يعني كان هيبقى حكايه. مصطفى فتحي حلو، مصطفى فتحي انا عن نفسي انا بحبه جدا. فتريزيجيه نزل سخن الماتش، تريزيجيه كان حلو، وبعدين ما لعبت بخطه 4-2-4 او 4-4-2 كنت فايق قوي. ليه رجعت تاني للخطه 4-3-3؟ خايف تخش فيه الجون؟ هو ده ينفع؟ يعني ما انت كنت اهم حاجه الثلاث نقط دول بالنسبه لك، انت الثلاث نقط دول لو كنت خدتهم ما كنتش خدت ورقه حسبس والحاجات دي. انت معاك ورقه دلوقتي وبتحسب احنا ده لو اتعادل احنا لازم نكسب او لازم نتعادل، فانت معاك ورقه دلوقتي حاطط فيها السيناريوهات بتاعت منتخب مصر. هو ده منتخب مصر يا جدعان. المدرب بتاعنا فيتوريا ده يعني فكريا ضعيف قوي، مش ده المدرب اللي يمسك منتخب مصر، ولا عارف نقط القوه ولا عارف نقط الضعف ولا عارف اي حاجه، تحس ان هو مدرب على الله حكايته، تبديلاته غلط، تكتيكاته غلط. في ايه؟ ده ما ينفعش مدرب يا جدعان، ده مش مدرب، ده ما انا مش ما انا حتى لو خدنا البطوله دي وهي مستحيل ناخدها، وحتى لو خدناها ده ما ينفعش نكمل بيه. ايه اطلع مرموش وهو فايق موت وفت ولعيب فاير في الملعب، رجوله في الملعب، تطلعه وتنزل مروان عطيه؟ مروان عطيه ينزل مكان حمدي فتحي، لان حمدي فتحي ما كانش مركز قوي، كان يطلع ويتحط مروان عطيه جنب امام عاشور، والثنائي ده شفناه في الاهلي كتير. تقول لي اصل ما عندوش خبره، ما عندوش خبره ايه؟ ما انت واخد دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، وبتلعب كاس عالم مع الاهلي، واخد احسن لعيب في الماتش في كاس العالم مع الاهلي، ما عندوش خبره ازاي؟ فانا بالنسبه لي فيتوريا تبديلاته منيله، تبديلاته وحشه جدا. ده ولا عارف يلعب دفاعي ولا عارف يلعب هجومي، يعني انت الجيم بتاعك ولا دفاعي ولا هجومي، انت شيلها لها مهلبيه، مفيش كوره، انت ما بتقدمش كوره، انت الشوط الوحيد اللي انت لعبته في الاربع شوط اللي انت لعبتهم، الشوط الاخير اللي انت لعبته ده اللي اهو انت بدات تتقدم فيه كوره، انما انت في الاشواط التانيه انت ما قدمتش كوره بربع جنيه، انت ولا كنت عارف تعمل جيم دفاعي ولا هجومي. كده احنا قلنا، كده احنا اتكلمنا على الاخطاء اللي احنا عملناها في الماتشين. حل الاخطاء دي بسرعه في ماتش كان فيردي بالنسبه لنا كالخطه: الشناوي، احمد حجازي، عبد المنعم، فتوح وعمر كمال. دول بالنسبه لنا. فتوح لازم ينزل، اوفراته حلوه، اصل انت ما تقنعنيش ان فتوح مش فت، انت لو هو مش فت ما كنتش انت خدته. وبالنسبه لي قدام هطلع النني ما ينزلش الماتش ده نهائي، احط مكانه مروان عطيه، امام عاشور، وبالنسبه لي هنا بقى هيبقى نحط حمدي فتحي يلعب، وعشان مروان عطيه هيبقى انتقل المكان بتاع 6، فهيدي حريه لامام عاشور وحمدي فتحي يلعبوا، وهنطلع بالكره حلوه لان مروان عطيه بيطلع بالكره حلو جدا. هيبقى عندك على اليمين زيزو، على الشمال مرموش، قدام مصطفى محمد. عايز تلعب بخطه 4-2-4 يا سيدي، او 4-4-2، هتطلع زيزو، هتنزل بامام عاشور ومروان عطيه وسط، هتحط هنا زيزو، وهتحط هنا تريزيجيه، وهتلعب بقدام 2 رؤوس حربه، هتلعب بمرموش وهتلعب بمصطفى محمد. دي الخطه اللي المفروض تحصل، يا الخطه دي يا الخطه دي، عندك خطتين والاتنين اسلم من بعض. بس نشوف لازم نشوف فتوح يا جدعان، فتوح ما لازم يلعب الماتش الجاي، هيفرق معانا كتير. كده دي الخطه اللي المفروض تتحط قدام كاب فيردي. ويا رب فيتوريا ما يطلعناش بحركه جديده من حركاته في الماتش الجاي، يا رب. ويا رب النني يبقى المدرب فهم اللي النني قليل في المركز ده، عايز تلعبه 8 يا اما تشيله خالص. شكرا على المشاهده، اتمنى لكم يكون فيديو حلو، يكون فيه معلومات شيقه، وتستنونا في فيديوهات تانية. سلام.